صباح الفل على كل الناس. طبعًا في الفترة اللي فاتت في ناس كتير جدًا اشتكت للأسف من السعر بتاع الأدوية اللي بتستعملها أيًا كانت أدوية مزمنة أو غير مزمنة أو الكلام ده. فإحنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية بإذن الله قررنا نعمل سلسلة فيديوهات معينة كده صغيرة علشان بإذن الله هي هتعجب الناس، وإن شاء الله هتبقى مفيدة للناس جدًا. قررنا إن إحنا نعمل فيها محاولة كده إن إحنا نتكلم في الأدوية اللي هي المسايل بتاعة الأدوية اللي الناس بتستعملها سواء كانت مستوردة أو مصرية، وغليت في الفترة اللي فاتت أكتر من مرة. تمام، والناس اشتكت من أسعارها جامد جدا لدرجة إنه خلاص الناس ما بقتش قادرة إنها تشتري الدواء بالسعر ده. فإحنا قررنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية نعمل كمية فيديوهات كويسة عشان نوضح للناس المسايل بتاعة الأدوية اللي بتستعملها بأسعار نسبيا أرخص شوية، وإن شاء الله تبقى في المتناول. بس قبل ما نعمل كده باذن الله عايزين بس نوضح حاجه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي مش قادره تفرق بين البديل والمثيل. تمام، فطبعا انت لو دخلت صيدليه في وقت من الاوقات عايز الدواء ده هيقول لك لا والله هو مش موجود عندي، فانا عندي حاجه زيه تمشي نفس التاثير ونفس الماده الفعاله. تمام، فده هيبقى اسمه مثيل. البديل ان انا ادي لك حاجه مش بنفس الماده الفعاله لكن تدي نفس التاثير. ساعتها هترجع للدكتور بتاع حضرتك اللي انت متابع معاه علشان تعرض عليه الموضوع ده. هيقول لك ماشي مفيش مشكله، خير وبركه، كمل. لو ما كانش هو هيقول لحضرتك على حاجه تانية تستعملها مكان الدواء اللي حضرتك بتستعمله ومش لاقيه. تمام، فده الفرق اللي كنا عايزين نوضحه للناس. المثيل هو نفس المادة الفعالة بتاع الدواء اللي حضرتك بتستعمله ولكن باسم تجاري مختلف عشان ما يبقاش في مشاكل بين الشركات وبعضها في الأسماء التجارية. تمام، ده المثيل. يعني لما تجيلي أقول لك أنا عندي حاجة بنفس المادة الفعالة بس الموضوع كله في اختلاف الشركات، هتاخدها وأنت مطمن، مفيش أي مشكلة. وده إن شاء الله هنوضحه في الفيديوهات بتاعتنا بعد كده عشان يبقى الموضوع صوت وصورة قدام الناس كلها. لكن لما أقول لك أنا عندي بديل للدواء ده مش هيبقى بنفس المادة الفعالة، لأن ممكن يكون المادة الفعالة فيها مشكلة أو مش موجودة مثلا في السوق في الفتره اللي احنا فيها. تمام، وانا هقول لك انا عندي حاجه تمشي نفس التاثير، انا عندي بديل، فبالتالي البديل ده حضرتك هتعرضه على الدكتور زي ما قلنا من شويه وهيقول لك اذا كان هيمشي ولا لا. هو البديل دوت بيدي نفس التاثير ولكن باختلاف المواد الفعاله. لكن ممكن حضرتك تكون مثلا بتتعالج من حاجات تانية معينه، البديل ده الماده الفعاله بتاعته مثلا ممكن وليكن بتتعارض مع الحاجه اللي حضرتك بتستعملها. فبالتالي احنا قلنا ناكد على الطبيب المعالج الاول اذا كانت الماده الفعاله بتاع الدواء اللي حضرتك اخدته بديل للدواء اللي بتستعمله وما انتش لاقيه هينفع ولا لا. زي ما قلنا لو ينفع والله كويس، خير وبركه ان شاء الله. لو مش هينفع تمام هو هيقول لحضرتك على حاجه تانية معينه يبعتها لك تشتريها تستعملها. خلاص، فده بس الفرق اللي كنا حابين نوضحه للناس في الفتره اللي فاتت عشان ما يبقاش فيه لغط. بس كل الموضوع زي ما قلنا لحضراتكم الفرق بس كنا عايزين نوضحه للناس علشان يعني خاطر لو دخلت في وقت من الاوقات الصيدليه ولا حاجه، الصيدلي قال لك او المكان اللي موجود في المكان قال لك انا عندي حاجه نفس الماده الفعاله بس الموضوع في اختلاف الشركات، وده هنوضحه بعد كده. خدها وانت مطمن مفيش اي مشكله. تمام، فالناس اللي هتشوف الفيديو ده وحابين انهم ان شاء الله نعمل حاجه زي كده يا ريت يسيبوا لنا بس رايهم ان شاء الله في الكومنتات. واللي عايز يسال عن حاجه معينه احنا نقدر ان شاء الله نساعد فيها، احنا مش هنتاخر. لكن في حاجات معينه لازم فيها طبعا ترجع للطبيب المعالج بتاعك او انك انت تكشف، علشان في حاجات معينه ممكن يكون في مشاكل عضويه احنا مالناش دخل بيها دلوقتي او مش هنعرف ان احنا نتكلم فيها معينه كده في الفيديوهات اللي زي دي، فلازم فيها كشف او فحص علشان نحدد المشكله منين بالظبط ان شاء الله ونقدر نعالجها بالطريقه الصحيحه. شكرا، سلام عليكم.